كأس العالم وصل. لما بتفكر في كأس العالم بتفكر في الجماهير والإعلام والمنافسات والمجد، بس في حاجة واضحة قدام الكل ومحدش بيتكلم عنها. شوف، في ليلة من ليالي ديسمبر 2022 حوالي 1.5 مليار شخص اتفرجوا على نفس الحاجة في نفس اللحظة. نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا. دلوقتي علشان ينظموا الشهر ده من الكورة، الدولة المستضيفة قطر صرفت واحدة من أكبر المبالغ اللي أي دولة صرفتها على أي حاجة قبل كده، وكل الناس اللي شاركت كانت عارفة من الأول إنهم عمرهم ما هيسترجعوا الفلوس دي. إحنا عارفين إنهم أغنياء جدا، بس ليه عملوا كده؟ وليه روسيا عملت كده قبل قطر؟ وليه البرازيل عملت كده قبلهم؟ في الحقيقة الدول بتتخانق بكل قوتها، وفي بعض الأحيان بتغش بشكل صريح عشان تكسب حق إنها تخسر مليارات الدولارات. أنا عارف إن الناس بتقول إنك بتعوض الفلوس دي من الأنشطة الاقتصادية، زي إن الناس بتيجي بلدك وتصرف كتير وتتعرف على بلدك ويمكن يقعدوا فيها. بس في الحقيقة لو بصيت على الأرقام بعد ما كأس العالم بيخلص، عمرها ما بتثبت النقطة دي فعلا. في التاريخ الحديث مفيش دولة فعلا رجعت فلوسها حتى لو حسبت زيادة النشاط الاقتصادي. بس شوف، الهدف من استضافة كأس العالم مش الربح. اللي الدول دي فعلا عايزاه هو حاجة الفلوس فعلا ما تقدرش تصنعها، هو انتباه تقريبا كل كوكب الأرض لمدة شهر كامل. وفي منظمة واحدة بس في العالم هي اللي بتملك الانتباه ده. المنظمة دي هي منظمة غير ربحية مسجلة في سويسرا اسمها فيفا، وامتلاك النوع ده من السيطرة بيديك قوة كبيرة جدا. وبنهاية الفيديو ده أعتقد أنك هتشوف ليه فيفا بتتصرف أكتر زي قوة عظمى مش مجرد دوري رياضي. هم قويين لدرجة يخلوا الرؤساء يغيروا قوانينهم بنفسهم، يقدروا يطردوا دولة كاملة من اللعبة المفضلة في العالم، ويقدروا يعملوا اللي هم عايزينه تقريبا. فخليني أشرح لك إزاي اتحاد كرة القدم اللي فيه حوالي 200 دولة بقى أقوى من معظم الحكومات في العالم من غير ما حد يحس. لأن ده ما حصلش بالصدفة، في حد راتب كل ده عن قصد، ودي قصة مثيرة. يلا نبدأ بالسؤال الواضح، إيه اللي فيفا فعلا بتبيعه؟ ممكن تقول الكورة، بس للأسف ده مش هو الجواب الصح. منتج فيفا هو الانتباه، زي ما قلنا قبل كده، هو أكتر انتباه متجمع في مكان واحد على الكوكب ومفيش حاجة تانية زيه. تعالوا نبص على الأرقام. من قطر في 2022 فيفا بتقول إن حوالي 5 مليار شخص شاركوا في البطولة دي بطريقة أو بأخرى، ده أكتر من 3 من كل 5 بني آدمين على الأرض. كأس العالم هو أقرب حاجة عندنا كبشر للتجمع حوالين نار واحدة. بس شوف، النوع ده من الاهتمام أغلى بكتير من فلوس التذاكر. لما العالم كله بيبص على بلدك، أنت اللي بتختار هم يشوفوا إيه. تقدر توريهم استعداد جديدة، طرق جديدة، طرق نظيفة، جماهير مبسوطة، وأحلى حاجة تقدر توريهم مكان آمن ومفتوح للشغل. نفس الحكاية تاني، قطر ما كانتش مهتمة فعلا بكرة القدم، كانوا مهتمين بالصورة اللي العالم هياخدها عن قطر، وده مش أسلوب جديد. في الحقيقة الناس بيعملوا كده من زمان جدا. يلا نرجع لسنة 1931. اللجنة الأولمبية الدولية أدت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 1936 لبرلين. القرار اتاخد قبل ما هتلر يمسك الحكم، لكن وقت ما الألعاب فعلا اتعملت ألمانيا كانت بقت ديكتاتورية نازية، وهتلر فهم بسرعة أهمية اللي كان في إيده. فايدة النظر للماضي والتاريخ بتساعدنا نشوف إن دي ما كانتش مجرد ألعاب وبس. دي مش كانت أولمبياد برلين، دي كانت أولمبياد النازيين. هو حول كل الموضوع ده لإعلان للنظام، أعلام النازيين على كل حاجة وفي كل مكان. الألعاب اتعملت كدليل على ألمانيا قوية ومنظمة، ألمانيا متفوقة. والجزء اللي لسه ريحته وحشة، 49 دولة فعلا بعتوا رياضيينهم لألمانيا برضو. بمجرد حضورهم قالوا للعالم إن النظام كان عادي. هتلر كان اكتشف حاجة وقتها، إن الحكومات خصوصا الدكتاتوريات بتجري وراها من ساعتها. حدث رياضي ممكن يلمع السمعة أحسن بكتير من أي فيلم دعاية أو بوستر أو أي حاجة ممكن تتخيلها، لأن كأس العالم بيحسسك إنه حفلة وكل الناس مدعوة ليها. والنهاردة الحركة دي بقى ليها اسمها تلميع السمعة بالرياضة. أكيد سمعتوا عنها قبل كده. تاخد انتباه العالم وتوجهه بعيد عن مشاكلك ناحية نظام جديد لامع. بالطريقة دي تقدر تخبي أي حاجة تقريبا أنت عايز تخبيها. هنا بنرجع للسؤال اللي بدأنا به،
والإجابة بتبدأ تبقى منطقية. البلاد دي كسبت استضافة كأس العالم علشان تلمع صورتها، دي أفضل آلة اتعملت الغرض ده وفيفا بتتحكم فيها. فدلوقتي السؤال بقى، لو حق استضافة كأس العالم مهمة قوي وقيمته كبيرة كده، يا ترى البلد ممكن تعمل ايه علشان تكسبه؟ هنا لازم نشرح ازاي النظام ده بيشتغل، لأنك ممكن تفتكر ان الموضوع ده مستحيل يتظبط. يعني في 5 مليار بني آدم بيتفرجوا على الحدث ده، أكتر من 200 دولة أعضاء مشاركين في الموضوع. أكيد النظام كبير قوي على إنه يكون فاسد. طيب بالنسبة للنقطة دي، في تاريخ الفيفا أكتر من 200 دولة ما كانوش بيختاروا الدولة المستضيفة لكأس العالم، لكن لجنة صغيرة كانت المسؤولة عن القرار ده، كانت بتتسمى اللجنة التنفيذية. وبالنسبة للتصويت اللي جاب لنا روسيا 2018 وقطر 2022 كان فيها بس 24 راجل، وأسوأ حاجة إنك كنت محتاج بس 13. كل اللي محتاجه أغلبية عشان تكسب إقناع 13 راجل مهمة، سهلة جدا لو عايز تأثر على الناس. تعالوا نشوف إيه اللي حصل حوالين تصويت قطر. واحد من أقوى المصوتين كان ميشيل بلاتيني، هو أسطورة كرة القدم الفرنسية اللي وجه مجموعة من الأصوات الأوروبية لصالح قطر. قبل التصويت بفترة قصيرة، بلاتيني أتغدى في القصر الرئاسي الفرنسي مع رئيس فرنسا وواحد من العائلة الملكية القطرية، وبعدين بلاتيني نفسه صوت لقطر، وحصلت حاجات كتير بعد كده خلت الناس تستغرب. بص، صندوق الثروة القطري اشترى أكبر نادي كورة في باريس، وبعدين شبكة قطرية اشترت حقوق بث الكورة الفرنسية، وبعدها فرنسا نفسها عملت صفقات مع قطر بمليارات الدولارات لبيع طيارات مقاتلة وطائرات ركاب. دلوقتي رسميا كل ده كان مجرد صدفة بحتة، عمرهم ما قدروا يثبتوا حاجة على بلاتيني في التصويت ده، بس تقدر تفهم ليه الناس بدأت تشك. وتخيل ايه، في الوقت ده محدش كان يعرف حاجة، لكن بعد 5 سنين كل حاجة اتكشفت فجأة. كل حاجة بدأت في صباح يوم 27 مايو 2015 في زيورخ، في فندق 5 نجوم اسمه بور أولاك. ضباط شرطة بملابس مدنية دخلوا وبدأوا يقبضوا على مسؤولين كبار في الفيفا. بعضهم فعلا خرجوا وأغطية السراير مرفوعة علشان يغطوا وشوشهم. والأغرب من كده، المداهمة دي ما كانتش فكرة سويسرا أصلا، الأمر فعليا جه من الولايات المتحدة، من وزارة العدل الأمريكية. هم كانوا بيجهزوا للقضية دي بقالهم سنين، ودلوقتي بيتهموا مسؤول الفيفا إنهم اتاجروا في رشاوى وعمولات بأكتر من 150 مليون دولار على مدار ال20 سنة اللي فاتوا. دي كانت تهمة كبيرة جدا، والطريقة اللي حصلت بيها فعلا واحدة من أعظم قصص الجريمة الحقيقية في العقد ده. دي فعلا كاس العالم في النصب، والنهاردة احنا بندي فيفا كارت أحمر. المفتاح اللي فك كل الموضوع ده كان راجل اسمه تشاك بلايزر. بلايزر كان واحد من أقوى الإداريين في كرة القدم في أمريكا الشمالية، وكان عايش زي الملك. كان عنده عمارة لنفسه في نيويورك، وكمان كان عنده واحدة تانية مخصوص ليطته. وفوق كل ده كان عنده ملايين الدولارات بتدخل حساباته كل يوم من كل أنحاء العالم. كان في مشكلة كبيرة واحدة في كل ده، هو ما كانش بيدفع ضرايبه، كان محتاج محامي زي بيتر كولسون. لأن لو شفتوا المسلسل ده هتعرفوا أن أكبر جريمة في أمريكا هي إنك ما تدفعش الضرايب. ساعتها في 2011 مصلحة الضرائب الأمريكية جات له، وبليزر كان بيبص على بقية عمره وهو ورا القضبان، فقرر يعمل صفقة. تشاك بلايزر بقى مخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ركبوا له جهاز تسجيل. في الحقيقة من التقارير باين إنهم حطوا ميكروفون في سلسلة مفاتيحه وبعتوه تاني لعالم الكورة، وكان بيسجل كل حاجة. زمايله في الاجتماعات دي اللي كانوا بيتكلموا فيها عن حاجات زي أخذ رشاوي مقابل خدمات زي التصويت للبلد دي. العملية السرية دي كشفت حاجة صادمة، النظام كله كان فاسد من جوه، وفي جزء كان فعلا صادم، وهو قد ايه كان سهل ورخيص تشتري صوت حد قوي. خد الموقف ده كمثال. في سنة 2011 كان فيه مسؤول قطري بيحاول يستلم رئاسة الفيفا، وعمل اجتماع مع مسؤولين كرة القدم الكاريبيين في ترينيداد. بعدما عرض فكرته طلب دعمهم في الانتخابات، ولما خلص قال للمسؤولين: اسمعوا، ارجعوا للأوضة اللي جنبنا، عندنا هدية ليكم. ولما المسؤولين دخلوا الأوضة اللي جنبهم لقوا مظاريف بنية فيها فلوس، وعدى واحد منهم الفلوس، كانت بس 40,000 دولار في ورق من فئة $100. مش مبلغ كبير لو فكرت فيها كويس. الراجل ده كان بيترشح علشان يمسك رئاسة الفيفا،
واحدة من أقوى المنظمات في العالم، وكان بيشتري الأصوات، كل صوت ب40,000 دولار دلوقتي. ولسوء حظ الراجل ده، واحد من الناس اللي كانوا بيتعرضوا للرشوة فعلا صور كل ده وكشف الموضوع كله للعالم. بس خلينا نكون صراحة، منظمة قوية وبتكون فاسدة ده مش جديد خالص، أنا متأكد إن ده بيحصل كل يوم. بس شوف، الفيفا بقت قوية لدرجة إنها بطلت تاخد أوامر من الحكومات وبدأوا هم اللي يدوهم أوامر. بدل كده دلوقتي، انتوا عارفين ليه ده حصل؟ كل حكومة في العالم نفسها الشهر ده من الاهتمام العالمي يكون على بلدهم وعايزينه بشدة. وتخيل ايه؟ الفيفا دلوقتي هي اللي بتحط السعر، يعني فوق الفلوس اللي بياخدوها في الأظرف، الفيفا كمان عندها شوية قواعد لازم الحكومة تمشي عليها لو عايزين يستضيفوا كأس العالم، والقواعد دي غالبا بتتعارض مع القوانين المحلية. وتخيل مين اللي بيكسب في الجدال لما بيحصل تعارض. تعالوا نبص على البرازيل كمثال. لما البرازيل كانت بتستعد تستضيف كأس العالم سنة 2014 كان عندها قانون بيمنع بيع البيرة جوه ملاعب الكورة. القانون ده كان منطقي، خصوصا لو تعرف مشجعي أمريكا الجنوبية، مشجعي الكورة، هم ازاي أقولها بشكل لطيف، متحمسين جدا. في الحقيقة حصلت حرب بسبب ماتش كورة في جنوب أفريقيا، وتخيل ايه، حتى في البرازيل القانون ده اتعمل علشان يقلل العنف المميت جوه الملاعب. بس واحد من أكبر رعاة الفيفا في كأس العالم ده كان بودوايزر، والفيفا كانت فعلا عايزة البيرة تتباع جوه الملاعب دي، فالبرازيل اضطرت تغير القانون. وفوق كده مسؤول كبير في الفيفا قال بشكل علني تقريبا، يعني لو ما غيروش القانون في حاجة تانية لازم تتغير. الجزء ده من التفاوض مش قابل للتفاوض لو فاهم قصدي. ودي ما كانتش حادثة فردية كمان، حاجات مشابهة حصلت في جنوب أفريقيا سنة 2010. الفيفا كانت عايزة تتحكم في إعلانات الاستاد وفعلا أخدتها، بس بعدين أثناء ماتش واحد كان فيه 36 ست جم لابسين فساتين برتقالية، حاجة مميزة جدا. وبحسب كلام الفيفا الفساتين دي كانت مرتبطة بعلامة بيرة منافسة مش راعية. تخيل ايه، الجماهير اتقبض عليهم واتطردوا من الاستاد وجوازات سفرهم اتسحبت لحد ما التحقيق يخلص. الفيفا كان عندها القوة دي جوه الاستادات. وبعدين طبعا في ضرائب، عشان ما فيش حد بيحب الضرائب. كشرط للاستضافة الفيفا دايما بتطلب من الدولة المستضيفة تعفي الفيفا ورعاتها من الضرائب طول فترة البطولة. في الحقيقة ده حصل في ألمانيا سنة 2006 لما ألمانيا قدمت إعفاءات ضريبية بمئات الملايين من الدولارات عشان البطولة دي. نفس اللي حصل في البرازيل لما البرازيل أعفت الفيفا ورعاة كبار زي كوكاكولا وأديداس من كل الضرائب الفيدرالية على أرباح كأس العالم. في البرازيل الأمور بقت أضرب. لحماية الرعاة اللي بياخدوا إعفاءات ضريبية من البياعين غير الرسميين في الشارع والناس العادية اللي كانوا بيبيعوا أكل من العربيات أو تذكارات، اتمنعوا يشتغلوا جنب الاستادات علشان الرعاة الرسميين ياخدوا أماكنهم، وده عمل دوشة كبيرة. البرازيليين لاحظوا اللي بيحصل واندلعت احتجاجات في كل أنحاء البلد بشعارات زي كوبا بوركيم. أنا متأكد إني نطقتها غلط، بس هي معناها تقريبا كأس العالم لمين. كل ده لسه بسيط مقارنة بالورقة اللي مع فيفا بعد كده واللي مش خايفة تستخدمها، الخيار النووي، بمعنى ما إنهم يقدروا يمنعوا أي حد هم عايزينه. فيفا تقدر تخلي دولة تختفي، مش حرفيا، بس يقدروا يمنعوا دولة كاملة من المنافسة على الساحة الدولية في كرة القدم الدولية. ودايما في الغالب القوة دي بتستخدم لأسباب صحيحة، زي لما روسيا غزت أوكرانيا في 2022 فيفا علقت مشاركة روسيا في كرة القدم الدولية. بس أوقات القوة دي بتستخدم بشكل مش مفهوم، زي اللي حصل مع كينيا. في 2022 الحكومة الكينية اتهمت اتحاد كرة القدم المحلية عندهم إنه فاسد جدا. ببساطة الاتحاد الكيني ما قدرش يوضح بالضبط كانوا بيصرفوا الفلوس فين، وواضح ليه ده يثير الشكوك في بلد ديمقراطي. فالحكومة حلت الاتحاد واستلمت مؤقتا إدارة شؤون كرة القدم في البلد. بالنسبة للفيفا ده كان مرفوض، لأنهم مش عايزين أي تدخل حكومي في أي اتحاد كورة، فقرروا يوقفوا كينيا تماما من المشاركة في الكورة الدولية. الفيفا بتقول إن ده لحماية اللعبة من السياسة، وبصراحة أوقات ده بيكون فكرة كويسة. ساعات الموضوع مش منطقي إلا لو دورت أكتر. بالنسبة للفيفا الموضوع مش عن السياسة أو أي حاجة تانية، اللي الفيفا فعلا عايزة تحميه هو الراعي. الفيفا عايزة عرض نظيف ويقدروا يبيعوه بسهولة، عشان ده بالظبط اللي الرعاة والمحطات بيدفعوا عليه مليارات.
وعشان كده هم عايزين يبعدوا أي نوع من الجدل عن الموضوع. وبغض النظر عن الأسباب، ده بيوضح بوضوح إن الفيفا عندها قوة غير عادية. فالسؤال اللي جاي هو مين فعلا اللي ماسك كل القوة دي؟ هل هو شخص واحد ولا مجموعة من الناس؟ ولا هي عصابة سرية؟ طيب علشان نفهم الإجابة دي لازم نرجع ونشوف إزاي الفيفا وصلت لمكانتها الحالية. بص، لفترة طويلة الفيفا كانت فعلا مجرد اتحاد هادي بينظم البطولات، ما كانش عندهم كل اللي عندهم دلوقتي. لكن التحول ده بدأ مع رجل أعمال شاف المستقبل قبل أي حد تاني، اسمه كان هورست داسلر، وكان ابن الراجل اللي أسس شركة أديداس. في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات وقت ما التلفزيون كان بينتشر في العالم كله، داسلر فهم بسرعة حاجة قبل أي حد تاني. هو فهم إنه الفيفا كانت قاعدة على كنز تسويقي ضخم جدا، يمكن يكون أغلى أصل تسويقي في العالم. وتخيل الناس اللي كانوا بيسيطروا على الفيفا ما كانوش يعرفوا ده، فأسس شركة ISL. وكل شغل الشركة دي كان ببساطة إنها تشتري الحقوق من الفيفا وبعدين تبيعها للرعاة. بقوا هم الوسطاء لأنهم فهموا قد إيه الأصل ده كان مهم. الشركة بدأت تكسب فلوس كتير جدا، وتخمن مين اللي غيران من ده؟ رئيس الفيفا، اللي بيقال إنه كان عايز ياخد مصيب من تحت الترابيزه لما اكتشف الشركة دي بتكسب قد إيه، والرشاوي بدأت تتدفق. الأرقام كانت مهولة. على مدار السنين يعتقد أن شركة ISL دفعت حوالي 100 مليون دولار رشاوي لمسؤولين في كرة القدم مقابل حقوق بيع الرعايات للفيفا. في الحقيقة الموضوع بقى عادة عند الشركة لدرجة أنهم في مرة بالغلط حولوا 1.5 مليون دولار رشاوي على حساب الفيفا بدل حساب الشخص اللي كانوا عايزين يرشوه. ده زي لما أبعت رسالة بالغلط لحد تاني وأنا كنت عايز أبعتها لشخص مختلف، بس بدل ما تكون رسالة كانت 1.5 مليون دولار. وفاكر ده كان في الثمانينات، يعني لو حسبتها مع التضخم المبلغ هيكون أكبر بكتير. وفي الوقت اللي كل ده كان بيحصل كان في راجل تاني في الفيفا بيتفرج على كل اللي بيحصل وبيحاول يفهم بالظبط إزاي نظام القوة جوه الفيفا شغال. الراجل ده كان سيب بليتر. بليتر فهم بسرعة إنه لو عايز تسيطر على الفيفا لازم يكون عندك كتل تصويتية، كنت محتاج الأصوات دي تدعمك. وكمان لاحظ إن القارات عادة بتصوت مع بعض، يعني أفريقيا مع إنها قارة فيها دول كتير لكن غالبا بيصوتوا مع بعض، فكانوا بيصوتوا لشخص واحد. نفس الكلام في آسيا ونفس الكلام في الكاريبي، مع إنه الكاريبي مش قارة. فهو فهم إنه طالما تقدر تكون ودود مع الناس اللي بيتحكموا في مجموعات التصويت دي تقدر تتحكم في الفيفا، ومش هيفرق رأي أي حد تاني. مفيش أهمية لرأي مليارات الناس أو حتى رعاة الشركة لو بيكرهوك، طول ما أنت تتحكم في مجموعات التصويت القوة كلها معاك. وده اللي هو عمله. هو حاط نفسه برجالة كانوا بيجيبوا له الأصوات وفضل يخليهم مبسوطين. لو فاهم قصدي؟ مفيش أي حاجة جنسية، كله شغله بس، شغل تحت الترابيزة، بس في الآخر شغل. هو كان بيدير الفيفا لمدة 17 سنة والمنظمة اتغيرت بشكل كبير في عهده. يلا نتكلم عن الناس اللي كانوا شغالين معاه. بسرعة المناصب دي اتملت بأعضاء من العائلات الملكية ومليارديرات مناجم وناس بتظبط في السياسة. عمرك ما كنت هتتخيل ان الناس دي يهمها تكون جزء من اهم منظمة كورة في العالم. وتخيل ايه؟ طلع فعلا كان يهمهم. الناس دي فهمت ان فيفا كانت اغلى حاجة في العالم، وسريعا جدا مسكوا المناصب دي. ومن ساعتها فيفا بقت بتتصرف زي امبراطورية خاصة، عدت على فضايح كتير وحتى حصلت اعتقالات لأعضائها. بس الامبراطورية دي لسه عايشة عشان المنتج اللي بتقدمه هو أغلى منتج على وجه الأرض.